زمالك وبيتأهل، امام بيصالح، والارسنال بيتعادل. البيراميدز بيتوحش. لو عايز تشوف كل ده واكتر يلا بينا على الحلقه مع بعض. يلا بينا. اهلا بيكم في حلقه جديده من شيفت كور، وهنتكلم النهارده بقى عن حاجات كتيره قوي ليها علاقه بالدوري المحلي واخبار افريقيا مع فرقنا المصريه، وهنتكلم برضو عن فرق اوروبا. قبل اي حاجه طبعا عايز ارحب بكابتن رشدي اللي منورنا النهارده. كابتن رشدي يعني من الناس بقى ايه اللي ليها في الكوره على قديمه، الناس اللي متابعه واهلاويه جدا جدا جدا. ازيك يا كابتن رشدي؟ منورنا في الاستوديو البسيط بتاعنا شفت كوره. لا جميل حبيب قلبي والله. ايه رايك في الكركديه بس قبل اي حاجه؟ لا فل. شوف رمضاني حلو قوي. قبل اي حاجه عايزين نقول للناس كلها ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل حلقات شفت كوره الفتره اللي جايه. ويلا بينا نبدا الحلقه. رجعنا لكم مره تانية ونبدا بيها يا كابتن رشدي بقى. خلينا نبدا بالاهلي الاول. ماتش امبارح اللي حصل مع الجونه وانتصار امام عاشور. انتصار امام عاشور. ايه اللي حصل؟ هو بصراحه يعني بالنسبه لامام عاشور يعني هو لعب ماتش، هو بصراحه احسن واحد في مصر لحد دلوقتي. ايوه يعني فارق عن اي حد في مصر وفي افريقيا كمان، مش في مصر بس بصراحه. رجع من الاصابه واثبت ان هو الاهلي ملوش بديل عنه. هو ملوش بديل خالص بصراحه. رغم الصفقات دي كلها لا برضه ملوش بديل بصراحه يعني. مبدئيا كده انا شايف ان ياستروب لسه ما قدمش الاوراق اللي هي ايه اعتماده بشكل قوي يعني. انت المفروض الاهلي فرقه جماعيه، انت المفروض تولي في اللعيبه دي تلعب مع الفريق مش تلعب نفسها. عندك محمد بن رمضان ياخد الكوره عايز يرقص 1 2 3، لا هي لابسه ولعب، رقص واحد ويلعب. امام عاشور كذلك، امام عاشور برضه بيطول في الكوره قوي. شفنا قبل ما يتوقف الجون اللي عامله بوش رجله. ايوه لمسه وجول تحفه هي دي. بن شرقي بتلعبه مش في مكانه، لان انت عندك اصلا بن شرقي ده كان ممكن توظفه سترايكر بتاعك. يبقى يستروب عليه جزء كبير من جزء كبير طبعا. بس انا برضو يعني مش هحب له ان هو كل حاجه. لا هو طبعا مش هيشيلها لوحده، هو مش بيلعب بنفسه. في جزء على اللعيبه طبعا يعني طبعا. محمد بن رمضان زي ما قلنا، امام عاشور زي ما قلنا، وتاكا يعني شايف ان هو هيجي منه، بس ما ينفعش هو يشيل الاهلي دلوقتي. هو بصراحه انا معاك في وجهه نظرك حته ان احنا ما نشيلش يستروب الموضوع كله بالزبط. احنا زي ما هنشيله على يستروب، زي ما هنشيله على اللعيبه، زي ما هنشيله على الاداره. انت واحد زي جراديشار ده اللي جاي يوم ما يتاقلم تقوم ممشيه، وجايب لنا صفقه كموش ده تجربه خارج من فتره اعداد. طب انت المفروض الحته دي لجنه التخطيط بتعمل ايه؟ انت المفروض عارف لعيب خارج من فتره الاعداد هياخد له مش اقل من شهر ونص شهرين. ده انت شركه الكوره اللي هي شركه الكوره اللي انت عاملها علشان ما يبقاش في مثلا يقول لك احنا معانا فلوس قد ايه فيجي السله ولا الطايره تاخد منها، فانت دي عشان الكوره بس بالزبط. موجوده علشان اصلا موضوع اللعيبه. فانت لحد دلوقتي ما عملتش مشكله امام عاشور وحلتها. طبعا مش هتيجي بالشكل اللي هو عمله ده، بس انت يعني شايفها من زمان، فانت المفروض تحلها بالزبط. عندك بقى مشاكل زي كاموش، عندك مشاكل. ايه اللعيبه دي؟ ايه المناظر دي؟ اخيرا بالعمري اهو باك شمال عادي. يعني عادي جدا. هقول لك عليه بالعمري، ما اعرفش ليه مقعد بيتعالج مع الجمهور مع الاداره. ليه هو كان دكتور بيعالج مع الاداره؟ عشان مش عايز يجيبه، كان عايز يجيب لعيب تاني. طب ما تلعبه اهو، ما هو لما لعب امبارح وخد فرصه عالمي وعالمي عشان هو باك شمال عادي، بيباصي وبيعرض وبيدافع عادي جدا. امبارح حاول يصالح الجماهير تاني امبارح. الجماهير يعني تقريبا بدات تبدا. هل الجماهير صالحته فعلا؟ بنسبه كبيره مش 100% طبعا يعني. انا من الناس اللي ما حسيتش ان انا عايز اصالحه بصراحه. انا من الناس اللي شايف ان امام عاشور بصراحه يعني بيعمل لقطه، وكل الناس قايلاها من قبل اصلا ما تتحل المشكله. فانا حاسس ان هو بيعمل كده بس لقطه وعادي شويه، وهيعمل لنا مشكله تانية اذا ما كانش خلاص اللي جاي اصلا هو مشي وقال سلام عليكم. بص هو ممكن وارد جدا لا خلاص هو عارف ان الاهلي ما فيش عنده الكلام اللي بيحصل ان الواحد يروي دراعه العقوبه واللي هو بعد عن الماتشات ونزل الضرب لوحده. الحاجات دي كلها اكيد طبعا هو كمان هو الخسران، لان هو أو مبدئيا كده مش هيلعب في التيم. تاني حاجه مش هيروح كاس العالم، وهيأثر. كنت لسه هقول لك كاس العالم خلاص على الابواب السنه الجايه. ما عندوش فرصه ثانيه غير اللي هو لازم يأدي صح. طب ايه اللي كان بيدور في دماغه؟ يعني انت شايف ان في ايه ممكن يكون ادم كايد مدير اعماله قاله له علشان يعمل اللي هو عمله ده؟ ايه اللي بيدور في دماغه؟ هو يعني ممكن يكون مثلا عايز يعلي الاجر بتاعه في الاهلي، بيلوي دراع الاهلي، مع ان الاهلي ما فيش الكلام ده خالص. هو شايف ان انا نفسي انا احسن واحد في الفرقه، وفي لعيبه ثانيه محترمه طبعا هو زيزو او تريزيجيه شايف اللي هو افضل منه. بس هو ما اتعلمش من اللي قبله.
واضح ان هو لسه ما اتعلمش طبعا يعني. واضح يعني واضح هو شايف هو نفسه اقوى من الاهلي او اقوى من الجماهير. ده طبعا مش ما اتعلمش من عبد الله السعيد، ما اتعلمش من عصام الحضري، ما اتعلمش من العقليه نفسها. العقليه نفسها لسه مش عارف صح يكمل. صح. نسيبنا بقى من امام عاشور ونخش على افريقيا، ونخش على مجاميع دوري ابطال افريقيا، وبعدين نخش على الكونفدراليه. نبدا بافريقيا ومجموعه دور الثمانيه اللي الاهلي هيقابل فيها الترجي. ولو عدى من الترجي بنسبه كبيره هيقابل صن زفت على دماغهم، عشان احنا تعبنا. انا تعبت خلاص من الفريق ده. فرقتنا المفضله، فرقتنا اللي قرفتنا بقالنا 5 سنين. الفريق ده بيدينا على قفانا. انا صريح يعني، انا راجل اهلاوي. الفريق ده بصراحه عقده بالنسبه للاهلي. ايه اللي انت شايفه؟ هل الاهلي ممكن يعدي من الترجي؟ وشايف ان بيراميدز اللي صعد، بيراميدز هيلاعب شباب بلوزداد باين. بيراميدز هيلاعب الجيش الملكي. الجيش الملكي والكسبان هيلاعب الناحيه الهلال السوداني، والفرقه الثانيه مش فاكر مين بصراحه، بس هيلاعب الفرقه الثانيه يعني. اوكي، يعني الاهلي لو هيقابل بيراميدز فهيقابله في النهائي. في النهائي ان شاء الله يعني. بس هو لا، انا شايف ان الترجي مش زي السنه اللي فاتت او حتى اللي قبلها يعني. المستوى السنه دي لا عادي يعني. الاهلي ان شاء الله يعني باذن الله يعني يكسبوا. كده الماتشات بتبقى هناك صعبه بس سهله يعني. بس ولا الاهلي ان شاء الله يكسبوا. حتى سان داونز السنه دي برده مش احسن حاجه، ده طلع بالعافيه. ماشي، بس انت دلوقتي انت بتقول الترجي مش في احسن احواله والاهلي مش في احسن احواله. بس الاهلي بيعرف يلم نفسه. ماشي، عنده من الخبرات ومن اللعيبه اللي يعرف يلم نفسها. راس الجماهير هتقول لي الجماهير هناك في الترجي. الاهلي بيعرف يلعب بره كويس في تونس او في المغرب او في الجزائر. فالاهلي هو بالنسبه للاهلي هو عنده خبره اللي هو يعرف يعدي الماتشات الكبيره دي. انا مش بصراحه قلقان. انا بصراحه حاسس ان الاهلي ممكن يواجه مشاكل كبيره قوي في ماتش الترجي، رغم ان هو فعلا احسن من الترجي كاسامي. ده حتى نجمهم اللي هو محمد بن رمضان معاك في الاهلي. في الاهلي فاللي هو كانت النجم الصاعد بتاعه ما خدته، ومستواه بقى زي القرف دلوقتي. بس ابتدى يفوق شويه اخر كام ماتش. يعني بدا يفوق شويه. بس هو محمد بن رمضان مشكلته اللي هو من اول هو لعيب مودي شويه. ماشي. وبيحب، هو مهاري جدا كمان. وبيحب ياخد الكوره يرقص 1 2 3. هي الاهلي فرقه جماعيه، مش هيعرف يعمل الكلام ده. الاهلي فرقه جماعيه المفروض لمسه ولعب. صح. عشان ايه اللي حصل للاهلي في صفقه كاموش؟ هل ده زي ما يعني طلعوا قالوا ده بس عشان مش عامل الاعداد، ده بس عشان مش متعود على الدوري؟ هل دي صفقه مضروبه؟ بص، هو مبدئيا كده يعني انا من رايي ما كانش جاب كاموش دوت يعني. كان سامو جراديشار كان جامد جدا. يعني 22 سنه 23 سنه جراديشار، وخد على الاجواء وعرف الدنيا ماشيه ازاي واللعيبه، وتعود اتاقلم على اللعيبه وعلى مصر، وهو كان مبسوط جدا. فانت جايب لعيب. الموضوع ده فيه مصالح على فكره. الموضوع ده فيه مصالح وفيه حاجه شمال يعني. الموضوع ده انا وجهه نظري حته زي الوكلاء اللاعبين اللي يجيبوا لعيب ينقلوه من هنا لهنا 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 لهنا، وكل شويه وكوميشن وسمسره وبتاع. الموضوع واد جراديشار كان جامد جدا على فكره. كان كويس جدا. احسن على الاقل احسن من القرف ده. احسن من القرف. وعنده خبره عن اوتاكا مروان عثمان. مروان عثمان خامه كويسه جدا على فكره. كويس. بس مش اللي هو هيشيل الفرقه دلوقتي. واد صغير. يعني لسه يعني. ده ممكن يبقى بديل ينزل اخر نص ساعه ياخد ماتشات وانت جايبه 6 شهور. فاللي هو حتى مش هيلحق يتاقلم. مش هيلحق صح. غير كده يعني محمد شريف المفروض يعني احسن من كاموش يعني. صح. انت جايب كاموش ده، انت بتقول اللي جايبه من فتره الاعداد. طب انت المفروض تحط في البلان بتاعتك وانت بتشتريه. صح. حته انت جايبه من فتره الاعداد يعني على ما يخش مع الفرقه يكون كاس العالم جاي بقى. يعني يلا رجعوا بلده. مش قال لي من شهرين. هو حتى امبارح في كوره حب يفتح فيها رجله، خاف لا يتمسك. فما عرفش يفتح رجله. الواد بيجي يشوط اصلا في الكوره في اول الماتش، ضحكتني قوي والله. وقع يعني يجي يفرمل، قال له قوم. هو الواد اصلا مش بيمثل. هو الواد وقع، ما عندوش يا حبيبي ان هو يقف على رجليه. ايه مش عشان هو جاي من البرتغال. لا، مش اي حد يجي من البرتغال يبقى قوي. لا، محمد شريف لو خد فرصه مش احسن حاجه محمد شريف في مستواه، ولعيب مودي على فكره محمد شريف. بس على الاقل احسن منه. صح. ومش هقعد اجرب في اجنبي اقول لك لما يستعيد مستواه وانا جايب اجنبي يشيلني ولا انا اللي اشيله. بالظبط. انت كنت سبت جراديشار مع محمد شريف مع مروان عثمان، وكنت لازم تعمل روتيشن بينهم. ده تبكي على لبن المسكوت يا كابتن رشدي. خلصنا بقى دوري ابطال افريقيا ونخش مع بعض على الكونفدراليه اللي فيها فرقتين من كبار الدوري المصري، وهو الزمالك والمصري البورسعيدي. الزمالك هيقابل المصري البورسعيدي لو كل واحد فيهم كسب مباراه دور الثمانيه. هي بتبقى ذهاب وعوده. بالظبط. هل الزمالك والمصري حاسس ان هم ممكن يتقابلوا، ولا هيبقى في خطر من الفرقتين اللي هيلعبوا؟ هو بنسبه كبيره جدا الزمالك هيتاهل طبعا بنسبه 90% يعني. ما كانتش 100% اصلا يعني.
المصري يعني شويه 60 40 70. هو هيلاعب مين المصري؟ شباب بلوزداد الجزائري. شباب بلوزداد جامده. والماتش الاولاني هنا الماتش الثاني بره، فالمصري بنسبه 60 40. لا هيعدي ان شاء الله. المصري كويس، وممكن يقابل الزمالك قبل النهائي في دور الاربعه، وهتبقى برضو مواجهه قويه برضو يعني بالجماهير بقى يعني. خلي بالك الغريب برضو ان انت الفرق اللي صعدت في اوائل الدوري المصري السنه اللي فاتت هي نفس الفرق. بنتكلم بقى على اول 6 فرق. انت عندك الاهلي والزمالك والسيراميكا والمصري وبيراميدز، وهم ال5 فرق دول بصراحه متصدرين المشهد. حلو، ناقصهم بقى كام فريق جماهيري كده والله الدوري حلو. يعني المحله مثلا بتاع زمان، محله، الاسماعيلي ده اللي حالته حاله خالص، محتاج حلقه لوحده والله. كفايه كده كلام قوي عن الدوري المحلي وبطولات افريقيا، ونخش بقى ميني شيفت كده سريع على بطولات اوروبا واللي بيحصل في الدوريات الاوروبيه. وطبعا نبدا بالدوري الامتع على الاطلاق وهو الشيفت الانجليزي، نبدا بيه وهو كان التعادل. ده كان الحدث الهوت توبيك، كان تعادل ارسنال مع وولفرهامبتون. انت دلوقتي وولفرهامبتون الفرق ما بينها ارسنال الفرق ما بينها وما بين السيتي 2 نقطتين فقط. لو كسب بكره لو السيتي كسب بكره هيلعب قصاد نيوكاسل اللي في المركز العاشر، والسيتي طبعا في المركز الثاني. فشايف ان السيتي هتعملها. السيتي مش هتضيع فرصه، بترجع اقوى جدا، قويه جدا من الاول زي كل سنه. بالظبط. القط والفار بتيجي في اخر الراوند الاولاني مع الدور الثاني، بترجع تاني وبتركب. فاتمنى يعني بصراحه انا عايز يعني ارسنال حقه ياخد الدوري السنه دي بصراحه. ده حقيقي، انا نفسي بصراحه الارسنال تعملها، بس جوارديولا ما تامنلوش. لا وبعدين معاه فرقه قويه جدا. ده حقيقي. ده حقيقي، بيلعب كوره قويه جدا. فهو لو كسب بكره هو مش هيسيب ماتش بكره. صح، ماتش بكره على ارضه كمان. طب بما اننا بنتكلم على السيتي، نخش بقى على الحته بتاعه اوروبا. والسيتي هيلاعب اسمها بودو جليمت. بودو جليمت ده كان الماتش الاولاني خسروا، هيلعبوا تاني في العوده، واتلتيكو يكسب الانتر في ذهاب الملحق. شايف ان مين هيصعد في كل فرق يعني؟ السيتي هيكسب طبعا، السيتي هياكل بودو جليمت اكيد يعني. بس كان الماتش كان ليه ظروفه برضه. هو خلص كام؟ تقريبا 2-1. يعني فرق واحد. مش الفرق. لا السيتي هياكلها يعني. السيتي هياكلها وهيكسب فرق سكور كمان يعني. هو بعد اللي هم عملوه ده بصراحه المفروض يرصوا ال11 ورا وكفايه كده. نتكلم بقى بعديها على مباراه اليوفي اللي خسر 5-2 من جالتا سراي. غريبه دي شويه. غريبه جدا. واليوفي بيمر باسوا فترات حياته اخر كام سنه. غريبه شويه. لا فرصته طبعا صعبه جدا يعني، ما كانتش مستحيله اصلا يعني. غير متوقع اطلاقا. شايف ان هم ممكن يرجعوا اصلا ولا خلاص كده جالتا سراي؟ لا خلاص كده. جالتا سراي خلاص. الفرق التركيه اصلا على ارضها او بره ارضها فرق صعبه، مش فرق سهله يعني. فصعب جدا. لا شايف ان صعب الريمونتادا تحصل من من يوفي على مستحيل. وخلي بالك جالتا سراي عندهم اوسيمن وعندهم ناس جامده يعني. عندهم ناس جامده، فرقه تقيله برضه يعني، داعمين فرق تقيله، وعندهم مدرب قوي جدا برضه بره بيقرا الماتش كويس جدا. ده حقيقي. التكتيك بتاعه حلو قوي بصراحه يعني. ده حقيقي. نرجع لاخر حاجه ليها علاقه بالشيفت الاوروبي، وهو الحاجه الملتهبه في اوروبا، وهي ريال مدريد وماتشها قدام بنفيكا، وعوده مورينيو مره ثانيه لسانتياغو برنابيو، واللي حصل من فينيسيوس جونيور مع مورينيو. ايه اللي حصل في المباراه؟ عنصريه. هي العنصريه طبعا موجوده طبعا في اوروبا كده بصراحه يعني. بس برضه فينيسيوس هو بيدي فرصه للجماهير. انت جبت جون، احتفل مع زمايلك. هو راح يرقص قصاد وما تعملش استفزاز يعني. ما هو انت السبب من المشكله الاولانيه. انت ليه انت اللي بتروح للجماهير؟ انت احتفل مع نفسك احتفال بسيط عادي يعني. انت جبت جون كويس وجون حلو جدا كمان. جون عالمي. يعني جون حلو يعني، فما تضيعش مجهودك اللي انت بتعمله. بس انا بصراحه حاسس انه ممكن يبقى هو كان عادي يعني، نيته راح يحتفل مع العالم وهو ناحيه يعني على زاويه بس مش اول مره. هو على طول بيعمل الحاجات دي. على طول بيخرج نفسه بره الماتش وبره المود بتاعه، بيعمل مشاكل مع الجماهير مع الفرقه اللي بره. انت راجل لعيب جدا. طبعا اللعيبه البرازيليه واللعيبه المهاريه خلي بالك كده يعني مولي شويه بس لكن هو جاب جون عليهم بصراحه يعني. كفايه كده كلام قوي لحد هنا في الدوريات المحليه والاوروبيه واللي بيحصل في افريقيا واوروبا بشكل عام. ونحب نشكر كابتن رشدي على وجوده النهارده معانا في شفت كوره. لا فرصه سعيده جدا، وانا مبسوط جدا معاك ومع الناس صحابك طبعا يعني. ومع الجماهير بقى الشفتويه، نقول لهم بقى ايه، تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب. سبسكرايب اهم حاجه زر الجرس يا جماعه. يلا سلام عليكم.